مسا من ارض البرتغال على الناس الكويسه. من قيمه يومين كنت جعان وكنت عايز اجيب حاجه كلها، فدخل على الراجل بكلمه بقول له لو سمحت انا جعان، وبكلمه عربي هو مش فاهم عربي خالص. فقررت ان انا احل واجب الانجليش عشان دي الحاجه اللي انت لازم تخلصها، علشان بعد ما اخلصه هعرف اتعامل مع الراجل واطلب منه الحاجه اللي انا كنت عايزها. فجبت مذكره مستر كريم حسان عشان نقعد نحل الواجب بتاع الانجليش. يلا بينا. اوعى تكون نسيت انك تعمل موبايلك ايربلين مود، ويلا نلف العالم مع بابا زي. اتحركنا بالبرتغال واحنا هدفنا ان احنا نروح امريكا، بس لازم في الاول ننزل ترانزيت على فرنسا. فيلا بينا نسيب كريستيانو رونالدو ونروح نسلم على مبابي في فرنسا. وقبل ما نبدا رحلتنا ما تنساش انك تعمل فولو. اهم حاجه المزاج. رجل اعمال بعمل سحر كده. طيب بعد تقريبا نص ساعه من حل الواجب اكتشفت ان انا كنت بحل في واجب قديم في اول السنه ما كنتش حله خالص، وواجب الحصه اللي المفروض احلها. حسبي الله ونعم الوكيل. بما اننا رجعنا تاني لفرنسا، فتعال اقول لك على معلومه تانية عن فرنسا غريبه جدا. انت عارف ان عندهم في الجيش في القوات البحريه بالذات زمان كانوا مقتنعين بحاجه غريبه قوي. بيقولوا ان الجنود اللي بتاكل بصل قبل ما تطلع اي معركه حربيه بيحطوهم في الصف اللي قدام، عشان دول الجنود اللي بيبقوا شجعان جدا. بس الموضوع ما وقفش لحد الشجاعه، لا ده كمان عملوا له نشيد يتغنى ساعه الحرب. النشيد ده بيقول بحب البصل اللي مقلي في الزيت ومش هاكله للاعداء. الفكره بقى ان النشيد ده لسه بيتعزف لحد دلوقتي في العروض العسكريه الفرنسيه، وواخدينه بكل جديه. حسسني لو رحت فرنسا بعد الكلام اللي انا بقول عليهم ده، اول ما اخش من المطار كده هتلاقي واحد واقف هاتوه هو ده. طيب الحمد لله كده احنا وصلنا غرب باريس وخلصنا الواجب في نفس اللحظه. كده احنا خلصنا انجلش. ما تنساش تعمل فولو في الاخر، باكد عليك يا رب لو ما عملت فولو ما تجيب درجه حلوه في الثانويه. عم اروح اجيب لي خواسون عشان جوعت بصراحه.